عارف انت شعور انك ترجع من يوم تصوير طويل جدا وتبتدي تنقل الفوتج على اللابتوب وتروح للشوت اللي انت كنت فاكر ان هو احسن شوت انت مصوره وعاجبك جدا، وتتفاجئ انك تلاقي مثلا منديل او ورقة مرميين على جنب الفريم كده مخدتش بالك منهم. او المصيبة الكبيرة انك تلاقي الفوكس مش مظبوط 100% على عين الشخص او على الحاجة اللي انت بتصورها. او السبب الرئيسي في المشكلة الكبيرة دي هي شاشة الكاميرا بتاعتك. السؤال المهم هنا، هل انت فعلا محتاج تشتري شاشة خارجية ولا دي مجرد شكل على الفاضي ومنظرة عشان تبين ان المعدات بتاعتك كبيرة وان انت محترف؟ هنتكلم النهاردة عن الشاشات الخارجية وهفهمك انت ليه ممكن تحتاجها في اي تصوير عندك، وامتى مش هتحتاجها وامتى لازم تشتريها، لان الموضوع مش رفاهية وخلاص. وفي اخر الفيديو هقولك على حل لو انت معكش فلوس تشتري الشاشة دي تعمل ايه. فاعمل اشتراك في القناة ويلا نشرح. شاشة الكاميرا بتاعتك جميلة جدا، بس المشكلة بتاعتها انها صغيرة في الحجم، فانت بتعتمد على شاشة بالحجم ده عشان خاطر تظبط الفريم بتاعك، تظبط الإضاءة، تظبط الفوكس بتاعك، وتظبط الميلان بتاع الفريم. فتخيل شاشة بالحجم الصغير ده وكمية الأيقونات اللي عليها واللي بتشتت تركيزك وانت بتصور في ان انت تطلع الشغل بتاعك، فهي بتخليك تشوف الفريم بس مش بوضوح كامل. اما بقى الشاشة الخارجية فبتديك شوية مميزات وفيتشر تساعدك في التصوير بتاعك وتخليه اسهل وادق، زي ان يكون عندك شاشة بحجم كبير جدا، وده بيساعدك ان انت تشوف الفريم بتاعك بكل وضوح، تقدر تظبط الاضاءة بتاعتك بكل سهولة وانت شايف كل التفاصيل اللي فيها، ومش هيفوتك اي حاجة حتى لو صغيرة موجودة في الفريم لان هتقدر تشوفها على الشاشة الكبيرة. وواحدة من الفيتشر اللي هي بتقدمها لك هي الفوكس بيكينج، ودي فيتشر مهمة جدا عشان تعرفك الفوكس بتاعك موجود على انهي حتة في الفريم، ودي بتختلف طريقة عرضها من شاشة للتانية. بس لو الشاشة بتاعتك عادية جدا فانت كفاية قوي ان انت شايف الفريم بتاعك بحجم كبير فقادر تحدد الفوكس بتاعك فين بالظبط. بس لو شاشتك فيها ميزة زي الميزة اللي في الشاشة دي فانت هتقدر تحدد بالظبط الفوكس موجود فين، ففكرة انك تطلع لقطة اوت اوف فوكس دي مش هتكون موجودة عندك خالص. وتاني حاجة وهي الفولس كولر، والفولس كولر تقدر تستخدمها عشان تظبط الإضاءة بتاعتك، وهي باختصار بتحولك الفريم بتاعك لعبارة عن ألوان زي الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر. فالألوان دي بتساعدك إن أنت تحدد كل مكان في الفريم بتاعك إضاءته عاملة إزاي، هل هو إضاءته كويسة ولا إضاءته عالية جدا ولا إضاءته قليلة قوي. ففرصة إن يحصل كليبنج في الإضاءة بتاعتك سواء في الهايلايت أو في الشادو مش هتكون موجودة. وفي شاشات زي اللي أنا ماسكها في إيدي دي بيكون فيها نظام اسمه ال EL Zone، وبرضه هو نفس الفكرة بتاعت الألوان بتاعت الفولس كولر، بس دون بيكون أدق أكتر، وهتقدر ساعتها تطلع تدريجات الإضاءة أو الفروقات بين الظل والنور بالشكل اللي أنت متخيله بالظبط. وتالت ميزة وهي إن الشاشات الخارجية بتدعم اللتس. لو أنت بتصور لوج أو متعود إن أنت تشتغل لوج فأنت بتبقى شايف الفريم بتاعك باهت، فتقدر تحط اللتس اللي أنت بتستخدمها في المونتاج على كارت ميموري وتحطه في الكاميرا، فتقدر تشوف الفيديو بتاعك وهو متلون جاهز على الشاشة. ده هيساعدك ان انت تطلع مود الاضاءة اللي انت محتاجه، وكمان هيساعدك ان انت تظبط الوايت بالانس، وفي نفس الوقت انت معاك اللوج بتاعك لسه رو زي ما هو. وفي بقى شوية فيتشرز كمان بيكونوا موجودين زي الويف فورم والهيستوجرام والفيكتور سكوب، وكمان في بعض الشاشات بتكون تاتش فبتخليك تقدر تظبط الفوكس من على الشاشة نفسها، وشاشات تانية بتديك الاوبشن ان انت تتحكم في الاعدادات بتاعت الكاميرا. ونيجي بقى لأهم سؤال، امتى اشتري الشاشة وامتى اوفر الفلوس؟ لو انت بتصور اعلانات او افلام قصيرة او دوكيومنتري او حتى انترفيوهات وبتحتاج تشوف التفاصيل بشكل واضح في الفريم بتاعك، فالشاشة هنا حاجة اساسية جدا في ان انت تشتريها. ولو انت بتصور فلوجز او فيديوهات خفيفة لنفسك او حتى بتعمل كفر للايفنتات فهنا الشاشة مش ضرورية 100% للشغل بتاعك، فتقدر هنا توفر فلوس الشاشة ده، لان الشاشة مش بتشتريها لوحدها او مش بتحط فلوس الشاشة وبس، لا انت هنا بتحتاج تشتري اكسسوار تركب بيه الشاشة على الكاميرا، تركب بيه الشاشة على المونيتور، تركب بيه الشاشة على الترايب، وكمان تجيب كابلات HDMI وتجيب كابلات باور، وكمان ممكن تشتري بطاريات. فانت هنا انت بتوفر فلوس كتير جدا مش مجرد فلوس الشاشة لوحدها. ولو هقول لك رأيي في ان انت تشتري الشاشة او لا، فانا هرشح ان انت تشتريها. ايا كان نوع تصويرك فانت ممكن تشتري شاشة بسعر قليل هتساعدك في الشغل. اول حاجة هتريح عينيك، بدل ما تكون مركز في شاشة الكاميرا الصغيرة جدا لا انت بقى معاك شاشة بحجم اكبر. تاني حاجة هتديك فيتشر مهمة تقدر تستخدمها في الشغل، زي مثلا الويف فورم، دي حاجة أساسية أنا بستخدمها في أي تصوير أو في أي شوت أنا باخده، فهي هتساعدك إنك تشوف اللقطات بشكل أحسن وتشوف التفاصيل بشكل أحسن، وهتخليك تطلع فريمات كويسة. ونيجي بقى للحل اللي ببلاش، وهو إنك تستخدم الموبايل بتاعك كمونيتور. كل اللي هتعمله إنك تحمل الابليكيشن بتاع الكاميرا بتاعتك على الموبايل، وتحط الموبايل فوق الكاميرا بأي إكسسوار، وتشغل الابليكيشن وتوصل عليه الكاميرا، فانت هنا بقى معاك شاشة بحجم اكبر وما دفعتش فيها اي فلوس. وفي النهاية خلونا نشارك بعض في الكومنتات، هل الشاشة مفيدة ولا مش مفيدة، وبتستخدمها في شغلك على طول ولا لا؟ ويا رب ما اكونش طولت عليكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.